السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي، وعملت لكم المحشي أخيرا، الفلفل اللي انتوا طلبتوه. انتوا تأمروا يا حبايب قلبي. زي ما انتوا شايفين انا جبت كمية من الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، بنضفه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. في حاجة بقى مهمة، انتوا شايفين اللي طالع من الفلفل ده، الأجزاء اللي هي اللي من فوق دي اللي أنا بقطعها من فوق دي أنا ما برميهاش. تمام. باخدها بنضفها كويس جدا زي ما انتم شايفين. شفتوا طلعت منها طبق كامل ازاي. بستخدمها بقى زي ما انتم فاهمين. واحنا كده جايبين، طبعا انا عامله تقريبا كيلو او كيلو ونص من الفلفل. طبعا قطعنا بصلتين كبار زي ما انتم شايفين، وخدت جزء اهو من الفلفل اللي انتم شايفينه هينفعني. وطبعا جبت بقى خضره جميع الانواع، يعني جبت حزمتين شبت، حزمتين كزبره، وحزمه بقدونس. ده كله انا بقطعه، بحب الخضره كتير. تعالوا بقى للخلطه التحفه هنعملها مع بعض. طبعا احنا هنا حطينا معلقتين سمن بلدي، ومعلقه دهن الخروف. انا باخده كله معليه بسيحها، وبتبقى رهيبه يا جماعه، هي اللي بتعمل النكهه الحلوه قوي في المحشي. طبعا انا دلوقتي بقلب البصل كويس جدا، بصلتين يا جماعه، كل ما تزودوا البصل حلو مش وحش. زي ما انتم شايفين كده بقطع البصل زي ما انتم شايفين، يعني الحجم ده انا بحب الحجم ده. طبعا لازم ادبل الاول البصل، واحط عليه بعد ما ادبله احط عليه الفلفل المقطع اللي انتم شايفينه ده. والبقيه الفلفل انا ما برميهمش، بفرزهم واحطهم في الفريزر، وقت ما عاوز برضو بطلع واستخدم. فانتوا ما ترموهوش يا جماعه، استخدموه. طبعا لازم احط حبه زيت، اللي عايز احط حبه زيت زيتون، فانا نسيت احط، اكيد هحط دلوقتي. او ممكن اكون حطيته ما خدتش بالي. لازم تحطوا يا جماعه معلقتين زيت، الزيت ده بيلمعها وبيخلي الحبايه كده بحبايتها. زيت زيتون، زيت عباد، اللي عندكم المتواجد يعني. هنقلب لغايه ما نوصل للون اللي انا بحبه قوي قوي، اللي هو اللي مائل للاصفر. انا بحبه كده، بحس ان استوى. واهم حاجه يبقى على نار هاديه علشان تطلعوا اجمل ما في البصل. ما بيكرمل بيبقى مسكر ويبقى جميل. وانا بستخدم البصل يا جماعه الابيض بالذات في الطبخ، لان بحس ان هو بيكرمل وبيطلع الاكل فعلا زي السكر. حطينا الطماطم اهو، انا تقريبا عملت حوالي كيلو ونص طماطم، لان انا عامله الكميه اللي انتم شايفينها. لكن انا بتكلم للبنات اللي لسه مبتدئين، اللي يعملوا مثلا لو هيعملوا مثلا نص كيلو فلفل مثلا. انا بحب الطماطم كتيره بصراحه في قلب المحشي، فانتوا جيبوا كيلو طماطم وتسبكوه، لان انا بحب الطماطم تبقى مسبكه. طيب هنحط التوابل بقى بتاعتنا العاديه خالص. فلفل اسمر وكمون، طبعا شعره كمون. فلفل اسمر بحب احط منها معلقه صغيره، وشعريه فلفل اسمر، شعريه كمون، شعريه كزبره. وبحط طبعا 7 بهارات وبهارات فراخ، بحبها جدا جدا في الاكل بصراحه ربنا. وبنحط مكعب ماجي، طبعا ده اختياري، اللي حابب حابب، اللي مش حابب مفيش اي مشاكل ما يحطش. تمام. هنسيبها شويه طبعا تتسبك. طبعا ده الملح بتاعنا. وفي حاجه مهمه جدا، لازم احط معلقه كبيره من السكر، مهم جدا. طبعا ده اللي بيطعم المحشي بتاعي، بيخليه تحفه. لازم احط دبس الرمان يا جماعه، ودي الحاجه اللي انا اخدتها من حبايب قلبي العراقيين. ربنا يا رب يبارك لي فيهم ويصلح لي حالهم يا رب، واشوفهم احسن حد في الدنيا ان شاء الله يا رب. طبعا بعد ما بنسيبها تتسبك شويه بنروح حاطين الرز زي ما انتم شايفين. انا عامله كيلو رز طبعا. هنقلبها كويس جدا 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 جدا. واخر حاجه هنحط ايه؟ هنحط الخضره بتاعتنا. وخلي بالكم انا بحب الخضره كتيره في المحشي، لانها صحيه، وبحس ان هي اللي بتديها الريحه الجميله جدا. طبعا دي وصفتي للمحشي. بصوا يا جماعه، اللي يعملها بالترتيب زي ما انا ما عملت، والله لا تاكلوا احلى محشي في الدنيا. ادي الخضره بتاعتي بحطها كده زي ما انتم شايفين. انا بحب احط خضره كميه كبيره، انا بحبها كتيره الخضره. طبعا هنقلب كل الكميه ديت في بعضها. تمام. بس في حاجه انا ما بحبهاش على النار الخضره بصراحه، يعني يا دوبك اقلبها بس وبعد كده انشلها على طول، لان بحب دايما الخضره الاقيها خضره كده. حتى وانا بعمل المحشي بتاعي، حتى بعد ما يستوي بحس ان الخضره ما اسودتش معايا. فانا بحبها زي ما انتم شايفينها كده، اللون الاخضر الجميل ده. هنبتدي نحشي بقى. زي ما انتم شايفين انا جايبه الفلفل الاحمر والاخضر بالكميات اللي انا جايباها دي. طبعا انا جايبه كميه كبيره لان ولادي صلاه النبي بيحبوها.
وبيحبوا المحشي ده مني جدا. طبعا بصرف النظر عن ايونا هنعمل له حبه محشي لوحده. ما تبقاش الرز فهعمل له جديد. طبعا لازم ايان ياكل معانا محشي. ازاي يعني ما ياكلش معانا المحشي؟ ربنا يحفظ لكم حبايبكم يا رب. هنبتدي كده بقى يا حبايب قلبي نحشي زي ما انتم شايفين. بحشيه بالشكل. طبعا كان سخن جدا فعملت بالمعلقه، يعني استخدمت المعلقه. اول ما يبرد هستخدم ايديا طبعا. طبعا لو انتوا عندكم المحشيه رفيعه بتمسكوا حبه تحطوهم وتدبوا كده في الارض او في الصينيه عشان تقدروا تدخلوا الرز لجوه خالص. طبعا كانت المحشيه كانت عندي ديت الفلفلايه كبيره شويه فكان سهل عليا ان انا ادخلها بالمعلقه. بنحط كده وبنحاول على قد ما نقدر ما نكبسهاش برضو قوي عشان ما تطلعش مننا بره كتير الرز. حتى لو طلع يا جماعه هيتاكل بالمعلقه مفيش اي مشاكل، ما تعذبوش نفسكم. بس احنا يعني بنحاول عشان نفهم البنات اللي لسه مبتدئه تظبط برضو طريقتها في الحشو. ان شاء الله يا رب اشوفكم احسن الناس في الدنيا يا رب. ان شاء الله تعملي الوصفه دي لجوزك وان شاء الله باذن الله تعجبه. وما تنسوا، ما انا مش ناسيه بصراحه ربنا ان انتوا طالبين مني الفلفل بالموتزاريلا والفراخ والحاجات دي هعملها لكم بعد دي على طول باذن الله. بعد الطبخه دي هعمل لكم الفلفل بالموتزاريلا والفراخ والصوص البشاميل باذن الله. مش ناسيه ما تقلقوش حبايبي. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. زي ما انتوا شايفين كده تمام. هنحمل كل الصينيه اللي انتوا شايفينها ديت. شفتوا ايه رايكم؟ وهكمل طبعا لسه عندي طبعا كميه كبيره. ادي الرز اهو لسه متبقي وعندي كميه كبيره من الفلفل. هحشيه كله واخلص منه تمام التمام. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي المنظر تحفه تحفه. ايه الجمال ده يا فوفا؟ ان شاء الله تعملوها ويطلعوا زي العسل باذن الله. نبدا بقى معانا بقى السر الاعظم، الشوربه. الشوربه بقى يا جماعه مش لازم يبقى عندكم شوربه دجاج. ممكن بدل الشوربه، طبعا استخدمت شوربه دجاج، بدل الشوربه ممكن تستخدموا ميه وهتطلع معاكم، واكد لكم هتطلع معاكم زي العسل. طبعا هنستخدم دبس الرمان لازم. انا استخدمت حوالي 4 معالق من دبس الرمان او 5، لو عايزين تزيدوا زيدوا. وهنستخدم طبعا صلصه. صلصه الطماطم احسن من الصلصه، يعني صلصه المعلبه احسن من صلصه الطماطم. هنحط طبعا مكعب الماجي زي ما انتم شايفين كده اهوت، والملح بتاعنا، واللي عايز يزيد فلفل اسمر ويزيد التوابل بتاعته الطبيعيه مفيش مشاكل. طبعا بما اني حطيت صلصه لازم احط برده نص معلقه سكر يا جماعه. السكر عشان بيضيع الحموضه. هنبتدي بقى نسقي الصينيه بتاعتنا الجميله زي ما انتم شايفين. بحط المقدار للبنات بقى المبتدئه. لو هتستخدمي كوبايه رز لازم هتاخد كوبايه شوربه تمام. وهنبتدي نقفلها بالفويل زي ما انتم شايفين كده تمام. زي ما قلت لكم كوبايه الشوربه على كوبايه رز. حبايبي طبعا شفتوا الطريقه اللي احنا عملناها. يا رب تكون الطريقه تكون ميسره وسهله وتعملوا واكتبوا لي في الكومنتات اللي عمل الطريقه يقول لي الطعم عامل ايه. واو، عشان خاطر اطمن وهدوقها معاكم. والله عمال اقول لشباب تعالوا دوقيها قدامهم عشان يقولوا ايه رايهم. مش راضيه هي عشان داخله دلوقتي. لما شافتها قالت لي انا هعمل التحدي مكانك انا مع ابي ابراهيم. بسم الله. مش هتكلم كتير، هما هيقولوا لكم في التحدي. روحوا شوفوهم ان شاء الله باذن الله تعجبهم الوصفه وانتوا كمان تعجبكم الوصفه. بحبكم في الله جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.